ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. عم صديق، انت كنت تعرف ابويا سعيد الدكروري؟ انا كل اللي اعرفه انه كان ابن عم امي، ومات قبل ما اتولد بشهرين، وملوش صور كتير، ومحدش بيحكي عنه خالص. اقول لك ايه، انا مش عارف ينفع اقول ولا لا، وهيحصل لي ايه لو الهانمة الكبيرة عرفت اني قلت. في ايه؟ هو الموضوع قد كده صعب؟ سعيد يا ابني، سعيد مش ابوك. انت بتقول ايه؟ أمك يا عبد حميد حبت زميل ليها في الجامعة، والهانم الكبيرة اعترضت. أمك سابت البيت وهربت واختفت عنا حوالي سنة. الست والدتك رجعت على الفيلا وهي حامل فيك. من اللي سمعناه وقتها إنها اتجوزت الشخص اللي حبته، وهو كان فاكر إن الهانم هتصرف عليه وعليها، ولما ما حصلش ده طلقها. الهانم الكبيرة عشان تداري على المصيبة جوزتها لسعيد، وهو كان عايش على طول في العزبة، بتعتبره زي ابنها، وهو ما يرفض لهاش طلب. ويدوب قعد هنا كام اسبوع، ويوم سافر العزبة متأخر عمل حادثة وانجلبت بيه العربية، وانت لما اتولدت اتكتبت على اسمه. انت لما تشوف صورة دماغك بتعرف دي قطة ودي عربية وده وش إنسان، لكن الكمبيوتر ما بيشوفش كده، هو بيشوف أرقام وبيكسلات. الشبكات العصبية بتحاول تفهم الصورة زي ما احنا بنفهمها، بتتكون من طبقات، كل طبقة بتعدي عليها البيانات وتستخرج منها معنى. الواد عبده شكله متغير، أخدت بالي يا تيفا. نشوف في إيه بعد المحاضرة؟ اتفقنا يا آدم. والذكاء الصناعي المتحيز أخطر من الجهل. يعني انتي بيزنس وومن؟ لا مش للدرجة دي، أنا بعمل حملات إعلانية لشركات أو بسوق لبراندات، وباخد نسبة على التسويق، وبستغل إني عندي فولورز بيثقوا فيا. وده بيجيب فلوس يا بسنت؟ كل واحد وشطارته. وانتي بقى على كده من الشطار؟ مالك يا عبده؟ مش مظبوط النهاردة. معلش يا تيفا، أنا مش قادرة أتكلم. إحنا قلقانين عليك يا عبده، مش أكتر. شكرا يا آدم، أنا بجد بشكركم لاهتمامكم بيا. عمري ما كان ليا أصحاب، انتوا أول أصحاب ليا. طيب اسمع،
أنا وآدم هنروح البيت عنده بعد الكلية، ما تيجي معانا؟ ما ينفعش، عم صديق بيجي ياخدني كل يوم. كلمهم في البيت، قول لهم في مشروع هنشتغل عليه وهنتأخر، وقبل ما نخلص هتكلمهم يبعتوا السواق. أصل أنا... لا أصل ولا فصل، انجز. ماشي. ايه رأيك في ندى يا بسنت؟ مش عارفة يا ياسر، فيها حاجة مريبة، خصوصاً حكاية إنها سابت كليتها في الإمارات دي، مش داخلة دماغي. طيب أنا عايزك تقربي منها، تعرفي لي السر. اعتبريه بيزنس وأنا هدفع كويس. موافقة، بس أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة حاجة تانية. ندى، أنا باين اخترت غلط لما دخلت الكلية دي، وشكلي لبست في حيطة. ليه بس يا تاليا؟ هو احنا لحقنا؟ طبعا، ما انتي كل اللي بيتقال ده أكيد عدى عليكي، فمش فارق معاكي. لما نقعد سوا اللي ما فهمتيهوش أنا هشرحهولك. أيوة كده، طمني قلبي. وهنقعد إمتى بقى؟ بابا، كنت عايز منك خدمة صغيرة كده. جديدة دي يا ياسر. طيب بلاش، ولا كأنك سمعت حاجة. قول، عايز ايه؟ معايا زميلة في الكلية، انفلونسر على السوشيال ميديا، وكانت عايزة تعمل دعاية لمشروعك الجديد في الساحل. بسرعة كده؟ ده ما فاتش شهر. انت فهمت ايه؟ لا طبعا، هي بتصرف على نفسها، وانا قلت اساعدها ونستفيد منها. عندها ملايين متابعين، عقد صغير معاها ومش هيكلفك كتير، وجربها. موافق، خليها تكلم أمجد وأنا هسيب له خبر يعمل معاها عقد كويس، بس ده شغل وأنا ما بهزرش في شغلي. منورين يا شباب، البيت بيتكم. شقتك حلوة قوي يا آدم، منك لله يا درويش، مش تقول لي جنة وعلى البحر. درويش مين وجنة ايه يا تيفا؟ درويش ده بيشتغل عند أبويا، وهو اللي أجر لي الشقة، بس بعيد عنك دماغه رايحة منه. أجر لي روف قد علبة الكبريت، وقال لي هركب لك تكييف يخليها جنة. ركب تكييف مستعمل صوته شبه وابور الطحين، وما بيطلعش هوا أصلا. في ايه يا عبدو؟ انت هتفضل ساكت كده؟ لا، هتكلم، بس توعدوني إن اللي هقوله ده ما يخرجش بينا إحنا التلاتة. أنا في مصيبة ومحتاج مساعدتكم. وعد أكيد. والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيمي. بيتك في دفى غريب يا ندى، مش عارفة ليه حاسة براحة هنا. يمكن عشان اللي كانوا عايشين فيه كانوا فعلا بيحبوا بعض. الله يرحمهم. انتي عارفة انك زي القمر، موديل سينما يا بنت الايه. الحجاب مخبي كتير كتير. غيري السيرة يا تاليا من فضلك. أسفة لو قلت حاجة ضايقتك، بس زي ما انتي ملاحظة أنا شبه عصاية المقشة وبنضارة. ليه بتقولي كده؟ انتي جميلة وروحك حلوة ودمك خفيف. روحي حلوة ماشي، دمي خفيف عارفة، جميلة دي ولا هصدقك. أنا عارفة إني مش حلوة ومتصالحة مع ده. ساعات يا تاليا حلاوة الوش ولا جمال الجسم بيكون بلاء لصاحبته. لا كده واضح إن في سر كبير. اللي انت قلته ده ولا الأفلام العربي. تيفا، انت بتقول ايه؟ مش قصدي، بس فعلا حاجة تبرجل الدماغ. أقول لكم حاجة، على الأقل أنا فهمت ليه كانت جدتي بتعمل فيا اللي عملته. هي عملت فيك ايه يا عبدو؟ كتير يا آدم، كتير. طيب احنا نقدر نساعد ازاي يا عبدو؟ أنا عايز أعرف مين أبويا يا تيفا.
احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل. في عز الضلمة قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل.